عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن غلاما يهوديا كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، فمرض هذا الغلام، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده، فقال له: أسلم. فنظر الغلام إلى أبيه وهو جالس عند رأسه، فقال له: أطع أبا القاسم، فأسلم الغلام. الشاهد إخواني، النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل له: أسلم، فإن دين الإسلام دين التوحيد، دين الإحسان، دين الاحترام. لم يقل له، لم يشرح له ما معنى الإسلام. أتدرون لما؟ لأنهم كانوا يرون الإسلام يطبق من النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم، كانوا يطبقون الإسلام، كانوا يدعون إلى الله تبارك وتعالى بتمسكهم بهذا الدين، يدعون إلى الله تبارك وتعالى بأخلاق الإسلام الحسنة. فماذا يرى الناس منا اليوم؟ ماذا يرى الناس من شبابنا في المدارس وفي الشوارع؟ ماذا يرى الناس من نسائنا وبناتنا وأزواجنا؟ ماذا يرى الناس منا؟